السلام عليكم، اهلا بيكم في الفيديو الاول من حكاية يون. في عالم اسمه عالم الغيمة الزرقاء بيتولد طفل اسمه يون، وبعد كام يوم من ولادته بيحصل هجوم وبيتم قتل ابوه وامه، وده بسبب امتلاكهم لواحد من اقوى كنوز العالم وهو مرآة البعث. وبياخد واحد اسمه قديس الطب يون وبيقرر يربيه زي ابنه، وبيعيش يون معاه حياة سعيدة. لكن القدر ما بيكونش لطيف مع يون مرة تانية، وبيتعرض قديس الطب للقتل، وده بسبب امتلاكه للؤلؤة السم واللي كان بيستخدمها في علاج الناس. وبيدخل يون في ثورة من الغضب بسبب موت الشخص اللي رباه، وبيستخدم لؤلؤة السم في قتل كل كائن حي في دايرة محيطها 1000 ميل. وبعدها بيتم محاصرته أعلى جبل وما بيكونش قدامه أي طريق للهروب، لكنه بيرفض يستسلم وبيبتلع اللؤلؤة وبينتحر من فوق الجبل. وبفضل مرآة البعث اللي أبوه وأمه اتقتلوا بسببها بيتم إعادة بعثه في عالم تاني. وبنروح للعالم التاني في منطقة اسمها يون شينج في قارة السماء العميقة، وفي منزل عائلة شياو بنلاقي شياو تشي وهو حفيد أحد زعماء العائلة الخمسة، وبيكون قاعد بيفكر في إنه أخيرا هيكون الشخص اللي هيفوز بجوهرة المدينة، وهي شينج يوي البنت الأجمل والأقوى والأكثر شهرة في المدينة كلها. لكنه بيكون حزين بسبب إنه مجرد ضعيف ولد بمسارات طاقة مدمرة، وإنه ما يستاهلش واحدة زيها، وبيقول إنها أكيد مش هتكون عايزاني. وخارج غرفة شياو تشي بيكون في 2 من أبناء زعماء عائلة شياو بيتكلموا مع بعض، وواحد فيهم اسمه يانج والتاني اسمه يو لونج وهو العبقري الأول في العائلة. وبيدي يانج ظرف اليو لونج وبيقول له السم ده قوي وملوش طعم ولا لون زي ما طلبت. وبيفرح يو لونج وبياخد منه السم وبيحطه على مشروب معاه. وبيشوف يو لونج شياو يو معدية جنبهم وبيقول لها انت رايحة فين؟ وشياو يو هي بنت أحد الزعماء الخمسة وتبقى عمة شياو تشي. وبترد عليه شياو يو وبتقول له أنا عاملة شوية شوربة عشان خاطر شياو تشي. فبيقول لها يو لونج النهارده يوم زفافه وهو مش محتاج شوربة، لكنه محتاج شوية مقويات، والمشكلة إننا عايزين نوصلها له من غير إحراج. وبيديها يو لونج الطبق اللي معاه وبيطلب منها تديهوله بدل الشوربة. وبتستغرب شياو يو، لكن يو لونج بيقول لها إن دي حاجات ما يفهمهاش غير الرجال، وما تقلقيش ففي النهاية شياو تشي ابن عمي وأنا مش هعمل حاجة تأذيه. وبتستغرب شياو يو من اهتمامه بمصلحة شياو تشي على غير العادة، وبتاخد منه الطبق وبيقول يو لونج في نفسه تشي هو اللي مسابليش خيار، وشينج يوي ملكي أنا ولا يمكن أسمح لأي حد يقرب منها وخصوصا حسالة ضعيف زيه. وبنروح لغرفة تشي وبتديله عمته الطبق وبتقوله إن فيه مقويات لكني مش عارفة طعمه. فبيضحك تشي وبيقول لها طالما انت اللي جبتيه فأنا هشربه حتى لو طعمه وحش. وبيبدأ يشرب منه وفجأة بيعرق وبيحس بالدوار وبيفقد وعيه، وعمته بتكون خايفة عليه. وفي نفس الوقت ده بنروح لعالم تاني وبنلاقي يون شي تلميذ قديس الطب، وبيكون متحاصر من اللي قتلوا قديس الطب وعايزين ياخدوا منه لؤلؤة السم، لكنه بيبلعها وبينط من على الجبل وبيقول في نفسه معلمي مات خلاص، وما عادش عندي سبب ان اعيش، ومش حاسس بالندم الا على حاجتين فقط. والحاجة الأولى هي إني ما انتقمتش لمعلمي من العالم كله، والتانية هي إني ما قابلتش والدي ووالدتي الحقيقيين. وبيمسك يون مرآة البعث وبتبدأ بالتوهج. وبنرجع لغرفة شياو تشي مرة تانية وبيكون لسه فاقد للوعي وعمته مش عارفة ماله. وبيفتح تشي عينه وبيسأل نفسه إيه اللي حصل وإزاي أنا لسه حي. وبتاخده عمته بالحضن وبتبكي، وبيقول شياو تشي في نفسه ازاي ما متش بعد السقوط من على الجبل. وبيقول لشياو يو انت مين؟ فبتقوله انا عمتك الصغيرة ازاي تنساني يا غبي. وبتبدأ كمية كبيرة من الذكريات تتدفق لعقل يون اللي بقى شياو تشي حاليا. وبيرد يون عليها وبيقول لها ايوه انت عمتي الصغيرة وكنا بنستحمى مع بعض لحد سن 12 سنة، وحتى بالأمارة عندك علامة زي الصرصار في جسمك. وبتتكسف عمته وبتقوله اخرس خالص. وبتبدأ تهدى وبتقوله النهاردة هو يوم زفافك لكنك فقدت وعيك فجأة، وجدك خاف عليك جدا ولازم تكلمه عشان يطمن عليك. وبتغادر الغرفة. وبيبدأ يون يدرك الوضع وبيقول أنا شياو تشي فرد من عائلة شياو،
والنهارده هو يوم زفافي وزوجتي اسمها شينج يوي، وبيتساءل اذا كانت حياته كيون مجرد حلم، لكنه بيلاقي ان ذكرياته كطبيب لسه موجودة وشياو تشي ما يعرفش حاجة عن الطب. وبيبص على ايده وبيلاقي علامة لؤلؤة السم موجودة وبيتأكد انه مش بيحلم، وبيعرف ان جسد شياو تشي مسمم واكيد مات بالسم وتم اعادة احيائه فيه. وبيمرر لسانه على شفته وبيحس بطعم السم وبيقول ان ده مسحوق قاتل القلب. وبيشوف طبق الحساء مكسور على الارض وبيعرف ان هو مصدر السم. وبيتأكد يون ان صاحب الجسد مات مسموم فعلا وتمت اعادة احيائه مرة تانية، ولؤلؤة السم هي اللي تسببت في شفاء الجسد عشان يقدر يستخدمه. وبيقول يون كون ان اعيش مرة تانية دي حاجة رائعة، لكن التوقيت والجسم ده حاجة غريبة فعلا. لكن ايا يكن المهم اني لسه حي وهتجوز واحدة جميلة كمان، والظاهر ان القدر هيبتسم لي اخيرا. وبيدخل جده عليه وبيطمن لما بيلاقيه بقى كويس وبياخده بالحضن وبيبكي. وبتقول عمته مفيش وقت للكلام ده وشياو تشي لازم يروح دلوقتي عشان يجيب عروسته. وبيقول جده معاكي حق، وبيقول لشياو تشي الموكب بتاعك مستني بره. وبتفتكر عمته انها معرفتش رأيه في الحساء اللي بعتهوله يو لونج وبتسأله عنه. وبيعرف شياو تشي ان يو لونج هو اللي عمل فيه كده وبيبتسم. وبيدينا الكاتب فكرة عن موازين القوة في عالم قارة السماء العميقة. وبيكون في حاجة اسمها الطاقة العميقة، وهي طاقة بيتولد بيها الإنسان. وبيكون في فرق مهول بين اللي بيقدر يستخدمها وبين اللي ما بيقدرش. والمبتدئ في استخدامها بيقدر يدمر جذع شجرة بضربة واحدة فقط، أو حتى يكسر الصخور ويشيل أوزان أكتر من وزن جسمه بسهولة. وبتنقسم الطاقة العميقة ل10 مستويات وبتكون محددة بصرامة تامة، وكل مستوى يقدر يتعامل فقط مع اللي من مستواه أو اللي أقل منه. يعني من الآخر أي حد مستواه أعلى منك مش هيكون ليك أي فرصة قدامه. والمستويات بالترتيب هي المبتدئ والناشئ والحقيقي والروح والأرض والسماء والإمبراطور والطاغية والسيادة، وأخيرا المستوى الأسطوري. وفي قارة السماء العميقة قوتك بتساوي مكانتك، وبيتم تطبيق مقولة البقاء للأقوى حرفيا. والقوي في المكان ده بيحظى بالاحترام والشهرة والمكانة والبنات الجميلة، أما الضعيف فبيحظى براسه على كتفه وغالبا مش لفترة طويلة. وبنروح لمدينة يو شينج وبيكون في مجموعة من الشباب بيتكلموا على خبر جواز شينج يوي. وبيقول واحد فيهم انا مش مصدق انها هتتجوز المعاق الحسالة اللي اسمه شياو تشي. فبيقول له صاحبه انا سمعت ان سبب الجواز هو وعد بين العائلتين، وده بسبب ان والد الحسالة ده مات وهو بينقذ حياة شينج يوي لما كانت صغيرة. ولو دي حاجة ما تخليش الواحد ينفجر من الغضب فمش عارف ايه اللي ممكن. وبيفضلوا يضحكوا ويتريقوا على شياو تشي. وبيقول واحد انه السيد الشاب للمواقف المضحكة. وبيروح راجل عجوز عليهم وبيقول لهم خسارة بنت زي شينج يوي تتجوز واحد زي ده. فبيرد عليه واحد من الشباب وبيقول له وانت ايه اللي مزعلك، اكيد مش هتاخدها انت مكانه. فبيقول له العجوز وايه المانع، انا في قمة مستوى المبتدئ ولو فسيت في وش شياو تشي هقتله. وبيطلق العجوز الريح وبيبصله الشباب بقرف وبيكونوا مستحقرينه. وبيقول له واحد فيهم انت مستحيل تقدر تتجاوزنا وتفوز بتشينج يوي واحنا موجودين، ولو كنت فاكر نفسك قوي فانا بتحداك في نزال حالا. فبيقول له العجوز مفيش داعي لكده، وانا بس بوضح لكم اني اقوى من شياو تشي. فبيضحك الشباب وبيقول له واحد فيهم في دي معاك حق فعلا. وبنروح لشياو تشي اللي عمته بتكون بتجهزه وبتقول له ما تهتمش لكلام حد في الخارج، وانت دايما هتكون افضل راجل في نظري. فبيقول لها تشي لو قصدك على انهم هينادوني بالحسالة دلوقتي فما تخافيش انا اتعودت خلاص. وبيقول في نفسه انا في حياتي السابقة كنت طبيب اسطوري عالجت الالاف وبعدها قتلت الالاف، لكني حاليا بقيت حسالة عديم الفائدة بمسارات طاقة محطمة، ويبدو ان القدر بيسخر مني، لكني هقبل التحدي وهصلح مسارات طاقتي العميقة وهقف على قمة العالم ده كمان. وبيخرج شياو تشي وبيتصدم لما بيشوف فرقة موكب الزفاف بتاعه.
وبيقول انتوا اكيد بتهزروا، وعروستي لو شافت الاشكال دي هتموت من الخوف. وبيقول له يانج دي الفرقة اللي انا اخترتها لك النهاردة واتمنى انها تعجبك. فبيقول له تشي اذا كنت انا اتصدمت لما شفتهم امال العروسة هتعمل ايه؟ فبيقول له يانج انت مش فاهم وجهة نظري، وانت هو الشخصية الرئيسية النهاردة، وعشان كده مرضتش اجيب ناس حلوة عشان ما يغطوش عليك. فبيقول له تشي يبدو انك شايفني وحش جدا عشان تجيب لي ناس عاملة كده. وبيجيب واحد من الفرقة الحصان وبيقول لتشي يلا اركب بسرعة عشان ما نتأخرش. فبيقول له تشي هو فين الحصان ده؟ انت بتضحك على مين بالظبط؟ وبتغضب شياو يو وبتقول ليانج لو عايز تكسب عداوتي انا ووالدي فقولها بشكل صريح. وبيحاول يانج يهديها وبيقول لها الرئيس شياو لي هو الاقوى في المدينة، ومفيش غير شخص غبي فقط هو اللي هيحاول يوجه له اي اساءة. فبتقول له شياو يو امال مالك النهارده وازاي عايز شياو تشي يروح ياخد مراته على حمار؟ فبيقول لها يانج انا رحت للاسطبل عشان اجيب حصان لكني اتفاجئت ان مفيش ولا واحد. وبيجي يو لونج وبيسأل عن اللي بيحصل، فبيقول له يانج ما تشغلش بالك دي حاجة بسيطة. وبيقول شياو تشي الظاهر ان كل الخيول في العائلة راحت تتفسح النهارده، وحتى لو هيتحرك موكبي وانا راكب حمار فانا ما عنديش مشكلة. وبيقول يو لونج ان دي مشكلة كبيرة، فبيقول له شياو تشي المهم ان اوصل لزوجتي. وبيرد عليه يو لونج وبيقول له اكيد طبعا وانا هاخد يانج عشان ما نعطلكش اكتر من كده. وبتستغرب شياو يو وبتقول لشياو تشي انت ليه ما اشتكيتش يانج ليو لونج؟ فبيضحك شياو تشي وبيقول لها اشتكي لمين بس، هما الاتنين وجهان لعملة واحدة. وبتغضب شياو يو وبتقول له انا هروح اشتكي لجدي. فبيقول لها شياو تشي احنا كده هنتأخر. وبتكون عمته حزينة عليه وبيركب شياو تشي الحمار وبينطلق عشان يجيب عروسته. وبتشوفه عمته وهو بيغادر وبتقول المفروض ان اكون فرحانة لكني حاسة كأني هموت. وبنروح ليو لونج اللي فجأة بيقوم ضارب يانج ضربة قوية وبيخليه ينزف. وبيقول له ازاي شياو تشي لسه حي بعد ما اكدت لي ان السم مفعوله اكيد؟ فبيقول له يانج انا مش عارف ازاي ده حصل، وبعد ما شرب الحساء فقد وعيه فعلا، لكنه فاق بعدها بشوية وكأن مفيش اي حاجة حصلت. وبيغضب يو لونج منه وبيقول له انا ماليش دعوة باللي بتقوله، وكل اللي اعرفه ان هضطر اتفرج على المعاق ده وهو بيتجوز جوهرة المدينة. فبيقول له يانج اهدى بس، وبعدين هو لسه ما اتجوزهاش ولسه قدامه طريق طويل. فبيقول له يو لونج ما انا لو كنت اقدر اقتله قدام الناس ما كنتش استنيت لحد دلوقتي، وحتى لو كان مجرد حسالة محدش بيهتم بيه فجده شياو لي هو اقوى رجل في المدينة، ولو العجوز ده عرف اني تسببت في قتل حفيده فمفيش حد هيقدر يوقفه. فبيقول له يانج انا مش عارف انت متضايق كده ليه، وانا عايزك تشوف الوضع من ناحية تانية. شينج يوي هي جوهرة المدينة واكيد وافقت بالجواز بسبب الوعد بين العائلتين، ومستحيل تخلي واحد زيه يلمسها، اما انت فمفيش في المدينة حد بوسامتك وقوتك. وبيبدأ يو لونج يهدى وبيقول له بطل تعريض وخش في الموضوع على طول. فبيقول له يانج التواصل مع شينج يوي مباشرة صعب لكنها جايالك لحد هنا برجلها، ولما تدخل بيت عائلة شياو هتقدر تشوفها كل يوم وساعتها تقدر تعرفها الفرق بينك وبين زوجها المعاق، وهتحصل على اكتر من فرصة معاها وهتكون زوجة شياو تشي بالاسم فقط، لكنها في الحقيقة هتكون زوجتك انت. وبيقتنع يو لونج بكلامه وبيقول يبدو ان فشلنا في تسميم شياو تشي كان افضل نتيجة ممكن نحصل عليها. وبنروح للموكب وبتكون عائلة العروسة فرشين سجاد احمر لمسافة اميال، وبيتفرج الناس على الموكب وبيفضلوا يضحكوا عليه لما بيلاقوا شياو تشي راكب حمار. فبيقول لهم شياو تشي مطيتي الحقيقية النهاردة هتكون اجمل بنت في المدينة، وانتوا فضلوا احلموا فقط. وبيكونوا متضايقين منه جدا وبيفضلوا يشتموا فيه. فبيقول لهم تصدقوا خوفتوني، وبينادي على اتنين وبيقول لهم ان في ناس هنا بيضايقوني، وبيستغرب الناس وما بيكونوش عارفين هو بينادي على مين. وبيظهر اتنين من الموكب اللي معاه وبيكون شكلهم مرعب جدا والناس بيكونوا خايفين منهم، وبيتنفسوا في وش اللي بيضايقوه وما بيكونوش قادرين يتحملوا الريحة، وبيفضلوا يرجعوا وبيعتذروا لشياو تشي.
لكن شياو تشي بيرفض يسيبهم لحد ما التالت بتاعهم يرجع هو كمان. وبيظهر شخص ضخم وبيجري على شياو تشي وبيقول له اخيرا هتكون صهري بشكل رسمي، وبيضغط عليه وهو بيحضنه وبيقول له شياو تشي انت كده هتخلي اختك ارمله. والشاب ده اسمه يومبا وبيعتذر لتشي وبيقول له معلش انا بس اتحمست شويه. فبيقول له تشي لازم تخلي بالك اكتر من كده، انا ما اقدرش استحملك وانا مش عارف هما بياكلوك ايه بالظبط. فبيضحك يومبا وبيقول له انت اللي محتاج تاكل وشكلك ده بيخليني خايف عليك. فبيقول له تشي خليك في نفسك، انت عندك 15 سنة واللي يشوفك من بعيد هيفتكر انك بوابة المدينة. وبيكون في مجموعة من خادمات عائلة شيا وبيتريقوا على ان تشي جاي على حمار. وبيغضب يومبا وبيقول لهم انا مش هسمح لكم تتكلموا كده على صهري. فبيقول له تشي مفيش داعي وسيب اللي بيتكلم يقول اللي هو عايزه. وبيخرج والد العروسة واسمه هونج يي وبيؤمر البنات اللي بيتكلموا بالانصراف. وبيحييه تشي باحترام وبيقول له هونج يي انا النهارده هسلمك بنتي العزيزة، وبالرغم انك حاليا ولا حاجة لان والدك كان بطل حقيقي، وحتى لو ما كنتش مقاتل كويس فاكيد هتكون حاجة كبيرة في المستقبل بما انك ابنه، وكل اللي انا عايزه منك تعامل بنتي كويس وتسيبك من كلام الناس. وبيتأثر تشي بكلامه وبيقول له بالرغم اني ضعيف حاليا لان جوايا تنين نايم وقريب هيصحى وساعتها اقسم لك ان هقطع لسان كل اللي قال كلمة في حقي. فبيقول له هونج يي وانا هستنى اليوم ده ودلوقتي روح عشان تستقبل عروستك. وبيروح تشي على شينج يوي وبيمسك ايديها لكنها بتعمل فاصل بينهم باستخدام قوتها. وبياخد شي عروسته في الموكب والكل بيكون بيتمنى يكون مكانه. وبيقول واحد ان مستحيل شينج يوي تسيبه يلمسها ولو حتى بعد 1000 سنة. وبيوصل تشي وعروسته لمنزل عائلة شياو وبينحنوا لكبار العائلة. وبنشوف واحد من الزعماء الخمسة واسمه يون هاي وبيكون شكله متضايق، وشباب العائلة بيكونوا غيرانين من تشي وبيقول واحد انا اقوى من الحشرة ده 100 مرة. وبتتضايق شياو يو وبتقول لهم تشي شاب رائع ومن حسن حظها انها هتتجوزه. فبيقول لها الشاب ما ينفعش تقارني جوهرة المدينة بقطعة القاذورات اللي اسمها تشي. وبيرد واحد تاني عليه وبيقول انا شايف ان الجوازة دي مناسبة جدا، والبنت رقم 1 في المدينة اتجوزت الشاب رقم 1 بس من تحت وبيفضلوا يضحكوا. وبيقول الزعيم شياو لو انها نعمة من السماء ان شينج يوي تدخل عائلتنا. فبيرد عليه الزعيم شياو يو وبيقول له لكنها للأسف دخلت من الباب الغلط. وبيشكر الزعيم شياو لي باقي الزعماء على حضورهم وبيطلب منهم يشربوا نخب الزواج. فبيقول له الزعيم شياو بو كفاية ان جيت وانا هغادر عشان اشرف على تدريب حفيدي. وبيقول الزعيم يون هاي انا كمان مضطر امشي وبينضم ليهم الزعيم شياو لو. وبيغضب الزعيم شياو لي وبيقول ان ده حفل زفاف حفيدي ومحدش فيكم عايز يرفع كاس حتى، ويبدو ان ما عادش ليا قيمة في نظركم وبقيت مجرد مهرج. فبيقول له يون هاي وجودنا هنا بحد ذاته هو شرف للمعاق ده وما تدلوش اكبر من حجمه. وبيتصدم الزعيم شياو لي من كلامه وبيغضب تشي جدا لانه بيهينه قدام مراته. وبتحاول واحدة تهدي الوضع وبتقول اكيد العروسين متعبين والافضل نبعتهم لغرفتهم. وبيروح تشي وشينج يوي لغرفتهم وبتقول له شينج يوي اكيد دم جدك بيغلي حاليا، وانت المفترض انك تكون اكتر شخص متضايق من اللي حصل. وبيقول لها تشي انت بقيتي زوجتي خلاص وبيطلب منها تشيل الحجاب. وبينبهر تشي بجمالها وبيقول يبدو ان كل الشائعات عن جمالك كانت صحيحة 100%. فبتقول له شينج يوي انا مش قادرة اتصور كل الحاجات اللي حصلت لك في يوم زواجك، لكن بالرغم من كل اللي مريت بيه لانك فضلت هادي وما اعترضتش، وانا للحظة حسيت بهالة غضب قوية منك لكنك اخمدتها تماما بعدها. ويبدو ان الشائعات عن كونك ضعيف جدا ما كانتش صحيحة 100%. فبيضحك تشي وبيقول لها انا شخص اتولد بمسارات طاقة مدمرة واتحكم عليا بالضعف طول حياتي والاعتراض مش هيفيدني بحاجة. وفجأة بتهجم شينج يوي على تشي وبتحط ايدها على صدره وبيتكون عليه جليد.
وبيتكسر الجليد وبتقوله شينج يوي انت ما اتولدتش بمسارات مدمرة لكنها تم تدميرها عن عمد، وانا حسيت انك تلقيت هجوم قوي وانت صغير وهو اللي تسبب في تدمير كل المسارات في جسدك، وبسبب ان جسدك كبر بالفعل على الوضع ده فللأسف شفائك اصبح مستحيل. فبيقول لها تشي انسي الموضوع ده، لكن من امتى وعائلة شيا بيقدروا يحولوا طاقتهم لجليد؟ فبتقول له شينج يوي ان دي فنون الغيمة المجمدة لأسجارد، وبيتصدم تشي وبيقول انها واحدة من الطوائف الاربعة العظيمة في الامبراطورية. وبتقول له شينج يوي محدش يعرف المعلومة دي غير والدي، لكن بما انك جوزي فمفيش مشكلة. وبتقول شينج يوي لتشي والدك انقذني وانا صغيرة، واتعرض بعدها لهجوم ومات لانه ممتلكش طاقة كفاية للدفاع عن نفسه. وبالرغم ان الناس بيعتبروا جوازنا غير متكافئ الا اني مش زعلانة ان اتجوزتك، لكنه هيكون زواج بالاسم فقط، واتمنى انك ما تعتبرش كلامي اهانة ليك. وبيبدأ جليد يتكون في المكان، وبتقول شينج يون انا من ممارسي فنون الغيمة المجمدة، وكل اللي بيمارسوها بيتمتعوا بقلب جليدي خالي من المشاعر، وطالما حطيت رجلي في أسجارد فأنا عملت عهد بالابتعاد عن المشاعر ورغبات الحياة، وحتى لو انت زوجي فأنا مش هحب أي شخص في دورة حياتي الحالية. وبينادي واحد من الخدم وبيقول لتشي يروح عشان يحضر تقديم النخب للكبار، وبيغادر تشي الغرفة والخادم بيكون عمال يبص على شينج يوي، وبتاخد بالها منه وبتأمره بالانصراف فبيضحك وبيقفل الباب. وبيبدأ جليد يتشكل في الغرفة، وبتظهر جنية من قصر أسجارد واسمها يوي لي، وبتقول يوي لي لشينج يوي انت كده خلصتي زواجك ونفذتي وعد عائلتك والمفروض نرجع لأسجارد. وبتناديها شينج يوي بالمعلمة وبتطلب منها تسيبها لمدة شهر كمان، وبتقول لها انها لو غدرت دلوقتي فهيكون عار كبير لتشي وهيفضل ملازمه طول حياته. فبتقول لها المعلمة احنا كسرنا القوانين بالفعل وشهر كمان مش هيكون مشكلة. وبتشكرها شينج يوي وبتسألها اذا كان في اي طريقة لاصلاح مسارات تشي. فبتقول لها المعلمة حتى لو اجتمع اهل الارض كلهم عشان يعالجوه فمش هيقدروا. وبنروح لتشي اللي بيقدم النخب للكبار وبيكونوا بيتريقوا عليه، وبيغضب تشي جدا منهم وبيقول في نفسه انهم شوية كلاب عجائز، ولولا ان السم خلص من اللؤلؤة السماوية كنت خلصت عليهم كلهم. وبيدخل يو لونج ومعاه شراب وبيطلب من تشي يشرب معاه، وبيعتذر له تشي وبيقول له انا شربت كتير بالفعل ومش هقدر اشرب تاني. فبيقول له يانج الاخ يو لونج تنازل وعرض عليك بنفسه وانت ما ينفعش ترفضه. وبيقول تشي في نفسه يبدو انهم عايزين يجربوا تاني بعد ما فشلوا في المرة الاولى. وبيرد على يانج وبيقول له مفيش مشكلة والشرب مع الاخ يو لونج يشرفني. وبيفضلوا يشربوا مع بعض وبعد ساعتين بيكونوا فقدوا وعيهم من كتر الشرب. وبيقول تشي في نفسه حتى المدينة كلها ما تمثلش غير جزء بسيط من فراغ لؤلؤة السم السماوية. وبيتضح انه كان بيخزن الخمر اللي بيشربه في اللؤلؤة وبيبدأ يتخلص منه. وخادمات شينج يون بيشوفوه وبيكونوا فاكرين انه بيتبول وبيقرفوا من اللي بيعمله. وبيقول تشي في نفسه انا عايز اعمل مفاجأة صغيرة لزوجتي، وبيقرر يحط خمرة على بقه عشان يعمل نفسه انه سكران ويعمل فيها مقلب. وبتتصدم الخادمات لما بيشوفوه بيكونوا فاكرين انه بقى سكران لدرجة انه بيشرب بوله. وبيعمل تشي نفسه سكران وبيروح لزوجته لكنها بتطيره بره الغرفة، وبيطلب منها تفتح له وبيقول لها انا كنت بهزر معاكي وما ينفعش تطردي جوزك كده، ولو حد شافني هيتريقوا عليا طول عمري وانت ما يرضكيش ان جوزك يتهان. وبتفتح له الباب وبيقول لها انا كنت عارف ان قلبك رحيم ومش ههون عليكي. فبتقول له اولا ممنوع انك تقرب مني اكتر من 5 خطوات، وثانيا ما تنادينيش بزوجتك. فبيقول لها 5 خطوات ازاي؟ امال انا هنام فين؟ فبتقول له انت هتنام على سريرك وانا هنام على الارض. فبيقول لها ازاي؟ ما ينفعش طبعا. فبتقول له خلاص نام انت على الارض، وبيعرف انها خدعته. وبيقول لها انت ليه متضايقه مني؟ انا ما شربتش خمر اصلا وكنت بهزر معاكي. فبتقول له انا عارفه وانا قلت لك ما تنادينيش بزوجتي مره تانيه.
وبيسألها عن السبب، فبتقوله انا ما بحبش الشخص اللي بيتبول في الخارج. وبيتصدم تشي وبيقول لها انا كنت بفضل الخمرة، فبتقوله ما انا عارفة وانا كمان بهزر زيك. وبعد شوية بيخرج تشي من الغرفة وبيكون متضايق انه مش عارف يقرب من زوجته، وبيفكر في اصلاح اوردته، وبيقول المشكلة ان الموضوع ده مش هيكون سهل ابدا. وفجأة بتبدأ اللؤلؤة تنور وبيستغرب لانه ما شافهاش بتعمل كده غير 6 مرات فقط في حياته كلها. وبيقول ان ده معناه ان في كنز عظيم موجود قريب من هنا وبيروح يدور عليه. يا ترى ايه هو الكنز ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك، والسلام.